تعادل بالميراس وبورتو 0-0 كده. الايه 4 فرق بقوا معاهم نقطة، 4 فرق متساوية في عدد النقاط. الجولة الثانية هي الجولة الحاسمة، الاهلي هيلاعب بالميراس البرازيلي وبورتو هيلاعب انتر ميامي الامريكي. طبعا الاهلي شفنا النهارده سواء بالميراس او بورتو الفرقتين متكافئين ايكوال، الاثنين يعني ايه شبه المستوى متقارب. بالميراس هي كانت افضل سنه، بس الفرقتين جامدين والمستوى متقارب ما بينهم، بغض النظر ان بالميراس هي كانت ليها فرص، بس في مجمل الماتش الفرقتين كان في تكافؤ لحد كبير. فطبعا احنا هنلاعب بالميراس يوم الخميس الساعه 7. الماتش ده مهم جدا للاهلي، ده لو الاهلي عايز يكمل لازم يكسب بالميراس. ماتش مش سهل خالص، وفرقه صعبه وعندها لعيبه مميزه قدام، الطرفين بتوعها شباب ومهريين، وفرقه برازيليه تلعب في وسط جمهورها. الملعب النهارده شبه متقفل، في جماهير كتيره من فرقه بالميراس البرازيلي كانت موجوده في الملعب. فماتش مش سهل، والفرقه هي النتيجه بتاعت التعادل بالميراس وبورتو نتيجه ايجابيه لنا، بس برضو كده احنا لازم الماتش الجاي نكسبه وعايزين نكمل. الفرقه طبعا دي المجموعه دي هتبقى متشابكه الى حد كبير، اعتقد النقط ديت يعني ايه الجوله الثانيه هي الحاسمه اللي هتبين مين اللي هيتاهل اول وثاني. وطبعا الثاني هيلاعب صاحب المجموعه الثانيه اللي هي هيلاعب مين، هيلاعب باريس، مجموعه باريس واتلتيكو مدريد، وباريس قدر يفوز على اتلتيكو مدريد 4-0 مع الرأفة. اضطرد لاعب اتلتيكو مدريد لونجلي مدافع الشوط الثاني في الدقيقه حاجه و70، وباريس كسبت 4-0 مع الرأفة. وباريس انا شايف هي اكتر فريق مستقر واكتر فريق مؤهل وجاهز ان هو يفوز بكاس العالم للانديه، وطبعا لسه فايز بدوري ابطال اوروبا، عمل موسم تاريخي في اوروبا، هو واخد الثلاثيه بتاعته سواء الدوري والكاس الفرنسي، واخد دوري ابطال اوروبا مع لويس انريكي. وانا شايف باريس هي الفرقه المستعده لسه اللي هي في حالتها القويه في كاس العالم للانديه، طبعا في غياب ليفربول وبرشلونه. دي هي الفرقه الوحيده اللي جاهزه من وجهه نظري، وهي مرشحه اللي هي تكسب كاس العالم للانديه.